انا عايز ارجع بالذاكره كده ل 18 شهر فاتوا. 18 شهر يعني سنه ونص من دلوقتي. آه، الشكل اللي احنا شايفينه دوت احنا كلنا كنا بنحلم بيه. البدايه بتاعت معرض ابن سندر بالنسبه لي، لقيت الباشمهندس احمد الجندي. باشمهندس احمد الجندي هو مؤسس المعرض. لقيته بيتصل بيا بالتليفون: باشمهندس ماجد، احنا عايزينك معانا في المعرض. الاول انا صوتي واضح؟ صوتي باين؟ احنا عايزينك معانا في المعرض. فانا قلت له طبعا يا باشمهندس انا معاكم، ما فيش اي مناقشه حصلت خالص. وكنا مع بعض من اول مره حضرنا المعرض. كان عدد الناس في اول معرض كان عدد العارضين معقول، وكان الزوار برضو معقول. من تاني معرض بدأ الزوار يقلوا شويه. تاني معرض انا لقيت ناس جديده خالص بتعرض علينا فكر جديد خالص. الفكر ده احنا كنا حابينه. الناس ديت هي مجموعه الكناريا. يمكن هقولهم بالسن: الاستاذ حسين رمضان، والاستاذ احمد ابو قمر، والاستاذ احمد ابو ياسين، وفي كمان واحد رابع غايب اللي هو الاستاذ هيثم عباس. الاربعه جم وقفوا معانا: والله احنا عايزين نعمل تطوير للكناريا، وعايزين نعمل ندوات ومحاضرات وحاجات زي كده. الفكر ده احنا لقيناه حاجه تنمي المكان وحاجه تضيف للمكان. انا طبعا لما لقيت حاجه زي كده، والباشمهندس احمد لما لقى حاجه زي كده، بدانا ان احنا نفكر في طريقه تطوير المكان عن طريق الندوات وعن طريق المسابقات وحاجات زي كده. من ثالث معرض كان مجموعه الكناريا معانا، وطبعا انا بشكرهم. كل مره لازم اشكرهم لان هم متواجدين معانا ودعم اساسي للمعرض، وعملوا فعلا بصمه كبيره جدا في المعرض. بعد كده بدانا المسابقات. كلمه مسابقات يا جماعه لازم الناس تاخد بالها ان انا مش باجي احط طائر في قفص وخلاص. طب انا باجي بلاقي كل فتره على النت مجموعه كده تطلع تقول لك ايه: دعم الطائر الفلاني، مش عارف حمله عز طيرك. طب ماشي، الناس اللي بتقول حمله عز طيرك ده بناء على ايه؟ بناء على ان طائر مثلا زي دوت مثلا يساوي 500 جنيه، وانا مصمم ابيعه ب 800 جنيه. ما هو مش هيجيب ال 800 جنيه. اللي بيطور بقى الطيور كلها المسابقات عشان انا احط طائر ده جنب الطائر ده واشوف ايه الفرق في المستوى وفي الحجم وكده. هو ده اللي بيطور الطيور. زي مسابقات الجمال في كل انحاء العالم. برضه ليها مسابقات طيور في كل انحاء العالم، وكل طائر بيبقى ليه مواصفات معينه بيتحكم عليها. احنا بدانا نعمل المسابقات ديت كل شهر. احنا كنا في الاول بنلاقي المسابقات ديت بتتعمل مثلا كل سنه مره، وبتتعمل بمبالغ كبيره وفي قاعات كبيره. لا، احنا هنا قلنا لا، هنعمل المسابقات ديت كل شهر، وهنختار طائر نعمل عليه مسابقه شهريه. الشهر ده احنا عاملين كوكتيل، الشهر اللي فات كنا عاملين استرالي، الشهر اللي قبل كده كنا عاملين فلل، وهكذا. ارجو بس من الناس كلها ان هي تتعاون معانا زي ما احنا بنبذل مجهود. ان الناس يعني انا مستاء جدا جدا ان احنا نيجي نلاقي في مسابقه زي كده، مسابقه مجانيه وبيطلع فيها هدايا وبنقول ندوات وبنشرح للناس ازاي تطور نفسها وازاي تقدر الناس تكسب من طيور الزينه. لو الناس اتبعت اللي احنا بنقوله، الناس هتعرف ازاي تكسب من طيور الزينه. لما يجي مسابقه زي كده والاقي مثلا 10 15 طائر، انا بقى متخيل ان في 20 25 30 طائر هيجوا، ده على اقل حاجه. الشهر اللي فات بصينا لقينا برضو جاي حوالي 10 طيور استرالي، برغم ان كل مصر بتربي استرالي. فده برضو حاجه انا عايز الفت النظر ليها، ان لازم الناس تتعاون معاه لتطوير الطيور. في فكر تاني بقى بدأ يظهر لينا، وصاحبه الفكر ده الاستاذه نجله. ان هي، انا بقول الاسم صح؟ نجلاء ولا نجله؟ ماشي، الاستاذ نجله عربان. لقيتها اتصلت بالباشمهندس احمد الجندي ونزلت بوست وحاجات زي كده، ان هي عايزه تنقل تجربه شخصيه عن تغذيه طيور الزينه.
احنا لقينا الفكر ده جميل، وانا بقول لكل الناس اللي موجودين لو حد عنده القدره ان هو يقول ندوه لتربيه طيور الزينه، حتى لو صغير في السن حتى لو كبير في السن، لازم يعرض على الباشمهندس احمد الجندي الاول، واحنا هنرتب له ازاي يعمل هذا الامر. بس فاحنا دي دعوه لكل الناس اللي عنده القدره ان هو يعمل حاجه، ندوه او محاضره او حاجه زي كده لتنميه هوايه طيور الزينه، احنا بنشجع هذا الكلام واهلا وسهلا بيه، وهنحطه ضمن البرنامج بتاعنا. انا مش عايز اطول عليكم. في الاول انا عايز ادي الميكروفون للباشمهندس احمد الجندي يقول كلمه بسيطه عن المعرض، وانا تاني برحب بيكم.